السلام عليكم. الكتالوج بتاعك هو الواجهة اللي بتعرف العميل بتاعك عليك. كتير مننا بيفتكر ان الكتالوج هو عبارة عن صور منتجات وبس، بس الحقيقة ان هو اكتر من كده بكتير. الكتالوج هو عبارة عن اول مصافحة بينك وبين العميل بتاعك، هو اللي بيحكي قصة جودتك من غير ولا كلمة منك. احنا بنشوف ان الكتالوج لازم يكون بيحقق المعادلة الصعبة، الا وهي انه يكون مريح للعين ومنظم، ويخلي العميل بتاعك يشوف الكتالوج ومنتجاتك ويقع في حبها والاعجاب بيها من اول نظره. احنا بنهتم بثلاث تفاصيل بسيطه جدا بس مهمه للغايه في تصميم الكتالوج بتاعك عشان يحقق المعادله الصعبه دي. ايه هما بقى؟ اول حاجه التسلسل الذكي، ان احنا بنرتب المنتجات بشكل سلس بحيث ان العميل ياخد باله من الجديد عندك بدون اي مجهود منه خالص. تاني حاجه هي ابراز الجوده، ان احنا نختار طريقه عرض تخلي المنتج بتاعك ينطق يتكلم في الكتالوج عشان العميل يبقى منجذب ومهتم انه يشتريه ويقتنيه. ثالث حاجه التناغم البصري، ان احنا نخلي الوان الكتالوج بتاعك والتنسيق بتاعه يعكس شكل الهويه التجاريه بتاعتك، فساعتها العميل هيحس انه بيتعامل مع كيان محترف. لازم تعرف ان الكتالوج مش عباره عن شويه ورق وخلاص، دي اداه بتعزز اختيار وثقه العميل فيك. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.